قبل أي كلام عن لقب الملك، مين هو الفرعون؟ يعني فرعون سيدنا موسى عليه أفضل السلام جه منين؟ لقب فرعون هو جاي من كلمة برعا واللي معناها البيت العظيم، والبيت العظيم هنا هو القصر الملكي، واللي بيسكن في القصر الملكي هو الحاكم، والحاكم هو الملك، يبقى الملك هو الفرعون، والحاكم هو أعلى سلطة في المملكة وهو الملك. فضل الناس على مر الزمان يستخدموا الكلمة دي لحد الأسرة ال 18، وعشان تعرف إن ده زمن كبير جدا خليني أقول لك إن الملك توت عنخ آمون يعتبر حفيد لخوف، واستمر الناس يستخدموا الكلمة دي على أساس إن هي كلمة عادية زي ما بنقول على الأمن في مصر الحكومة، واتطورت الكلمة من برعا لبرو في اللغة القبطية. يجي الخواجة اليوناني فيقول لك برو، ويجي الراجل العبراني فيقول لك فرعون، لحد ما يجي إخواتنا العرب ويحطوا حرف النون فتبقى فرعون. فأي حد كان بيجي يحكم مصر فكنا بنقول عليه فرعون، لأن في تقاليد ملكية اتحطت من أول لحظة، زي ما الريس جمال عبد الناصر أسس الجمهورية المصرية. والملك المصري في العموم كان ليه 5 ألقاب: اللقب الحوري وده نسبة للمعبود حورس، واللقب النبتي وده معناه سيد البلاد، واللقب النسوبيتي وده اسم التتويج بتاعه، ولقب حورس الذهبي وده عشان حب الملك للذهب، واللقب السارع وده الاسم الميلاد اللي بيتولد بيه الملك. عايزك تفهم ان فرعون سيدنا موسى ده كان واحد بيحكم مصر خلال رسالة سيدنا موسى عليه افضل السلام، مفيش اي نقش ولا بردية بتقول لي مين الراجل ده. وكمان عايزك تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى لا يذكر الاشخاص في القرآن الا للتبجيل والتعظيم، لكن في النهاية تفتكر مين هو فرعون سيدنا موسى؟ انا خالد اشرف، وكل اسبوع بقدم لك تقرير عن حياة المصري القديم.